مرحبا اصدقائي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير. احمد الطايعكم من قناه فراغنس فاشن. رجعت لكم اليوم فيديو جديد حتكلم عن واحد من العطور اللي هوايه تجي طلباته. العطر هو بور اون من دولتشي اند جابانا. هذا العطر انا شامه من قبل، عارف ريحته، ولهذا كنت دائما متردد بشرائه رغم انه سعره مو غالي. بس جربته اليوم مرة الاخ، رحت من محل مال عطور حتى اتاكد من ريحته قبل ما اتكلم عنه، لان ما اريد اظلم العطر واريد اشرح لكم ليش اني ما اشتريت هذا العطر. ممكن يعجب غيري وممكن ما يعجبني، فما حتكلم فيديو، ما حطوله، حتكلم بسرعه. العطر هو اصدار 2012. العطر حمضي، اروماتيك، توابل ناعمه، لافندر وشويه تبغ. العطر افتتاحيه رائعه، افتتاحيه رائعه لان عطر مميز. انا احب العطور المتميزه، خصوصا العطور الحمضيه تكون شويه خارج عن المألوف المتعودين عنه. فالعطر افتتاحيته مزيج رائع من الحمضيات بنكهه ايطاليه، تحسون انه حمضيات كلاسيك طيبه ممزوجه ويا الورد، وشويه تحسون تبغها كلها بالمقدمه. انا ما حتكلم عن المقدمه اللي هم ذاكريه انه المفروض بس حمضيات نيورالي، لا، لان المقدمه حتشتمون اكثر هوايه من الرشه الاولى. يعني التبغ اللي هو بالقاعده راسا حتلاحظوه بدايه العطر، انتشار رهيب. راسا اول ما تستعملون عطر يعني الغرفه ممكن تملي رائحه العطر. العطر جذاب، كاجوال، مو رسمي، لاعمار 20 وفوق، الحمضيات البيئة قوية، ماسكلين، وفشي يعني عطر ممتع وسهل. والعطر تقدرون تستعملوه باي فصل عدا ليل الشتاء البارد. نهار الشتاء اكو شمس انه اوكي تقدرون تستعملوه، فتقدرون تستعملوه بكل الفصول، هو مخصص للصيف طبعا. فالعطر يعني بداية ممتازة لمدة ساعة او ساعتين بالكثير. العطر فوحانه ساعتين، ورا الساعتين يدي خف جدا، يصير سكين سميل. انا عن تجربة، ولهذا العطر يعني رغم انه يوحي انه عطر قوي، شكله كلاسيكي، انه نوتات البيئة قوية، فعطر بيه تبغ، بيه حبوب تونكا وفلفل ولافندر، ويهدأ بساعتين. يعني هذا فشي كل السلبي بصراحه يعني. بس هم لان ما حاطين هوايه، يعني هم حاطين قليل نوتات، مركزين على الحمضيات حتى يسووا له عطر صيفي، بس ما نجحوا بهالشي كناحيه اداء، لان اداءه جدا ضعيف كفوحان، مو كثباتيه. لان كثباتيه يستمر ممكن 8 ساعات يستمر، بس كفوحان ساعتين فقط. فهو العطر يعني اذا اشتريه لازم بس للزيارات، اروح اتسوق او اروح فشي يعني، او طلعت متاكد انه انا اخلصها بساعه بساعتين، اشتري هذا العطر ولا غير شيء لا. فالعطر اذا اقتنيته هو ينفع مثلا اذا جايين خطار يمكم، جايين اهل يتغدون يمكم او شيء، تستعمل العطر بالبيت حتى ما يخنق الجو بالبيت، يكون الرائحه طيبه، الكل يحبوها، ما يستمر طول اليوم، اوكي ممكن. بس غير شيء لا، العطر ما ينفع. بالمناسبه انا تكلمت على عطر انكر نوار سبورت، وقلت انه العطر اداء ما عجبني، هوايه ضاجوا وهوايه زعلوا. لا، العطر انا جربته اداء جيد، اداء يستمر 4 ساعات 6. انا قلت انه هو عطر خشبي. العطر الخشبي المفروض يستمر 8 ساعات حتى نقول اداء ممتاز. انا من احكي عن اداء عطر عن تجربه، يعني مالي مصلحه انه اقول هذا العطر اداء مو زين. انا مجرد انقل حقيقه حتى ما تتورطون بعطر. يعني اذا اتكلم عن عطر هو موجود عندكم او فشي، لا تاخذوها بمساله شخصيه. انا مجرد انقل تجربتي يعني بكل صدق. العطر جربته اكثر من مره حتى اتكلم بصراحه عنه. مشكله الاداء مال هذا العطر هو اللي خلاني اتردد واسوي فيديو بالبدايه، لان قلت اخاف انا متوهم اداء ممكن احسن. بس لا، بصراحه يعني فوحانه مو قوي، يعني ساعتين وهذا هو العطر بعد يصير سكين سميل. لو فوحانه احسن اقول له عطر فوحانه احسن. هذا العطر فوحانه ساعتين، ثباتيه يستمر 8 ساعات، بس فوحانه العطر ساعتين. وهذا الشيء يخليني انا شخصيا ما اشتري عطر. يعجبك تشتري عطر، اشتري العطر، قرار راجع لك. بس عطر كرائحه انا حبيت الرائحه، هم مو تايبي كلش كرائحه، بس الرائحه جيده يعني ما اقدر اتكلم عنها. فاذا حبيتوا تاخذون هذا العطر القرار لكم، بس العطر ما انصح بيه تبدوه هديه، وما انصح بيه تاخذوه بدون ما تشموه، لان احتمال ما حيعجبكم العطر كلش. العطر من عطور من دولتشي جابانا سعرها مناسب، ممكن تحصل ب $60. فبالنهايه العطر طيب كرائحه، كفوحان ضعيف. قرار شراء راجع لكم. اتمنى عجبكم هذا الفيديو. اذا عجبكم حطوا لايك، سبسكرايب، فعلوا زر الجرس، واللي عنده سؤال تقدرون تكتبوا الكومنتات، تواصلوني وياي على انستغرام. اشوفكم فيديو جديد مع عطر جديد. مع السلامه اصدقائي.